السلام عليكم يا جماعة، دي مش فوتوشوب. أنا قارص على نفسي شوية، واخد بالك أنت ازاي؟ دي واحدة كده إيه واخد الزوم. السلام عليكم يا جماعة، عاملين إيه؟ النهاردة نتكلم معاكم في موضوع مهم. لحظة شوية. النهاردة النهاردة يا جماعة هنكلمكم عن أضرار التدخين. لحظة شوية. من أضرار التدخين يا جماعة إن التدخين يا جماعة، التدخين السجاير فيه مواد كيماوية، 19 مادة كيماوية. إحدى هذه المواد مادة البنزين التي تساعد على احتراق السيجارة. فعندما تحترق السيجارة فأنت تسحب سيجارة تانية أخرى. فأنا لا أتبع هذه الطريقة في التدخين، فإني لا أدخن. أنا أشد بانجو، أزرع كسمه والفه، لا بشتري ولا احط مواد كيماويه. وبعدين ايه تسكت انت بقى. بص، سيبها شويه تتطفى لوحدها، لان مفيش ماده ايه تتطفى لوحدها، يعني ما اتحرقتش. واخد بالك؟ شوف شويه كده، واخد بالك انت ازاي؟ هي فين اهي، واخد بالك؟ تتطفى. بص، هي السيجاره بقى تفضل تولع 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 وتولع، تنزل 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 تنزل، تلاقيها. بص انت ماسك السيجاره كده، اح، دي كلها ولعت في ايدك. عارف انت ازاي؟ بحط فيها ماده ايه، ماده حارقه، حارقه، اللي هي بنزين، واخد خام البنزين. فانا ما في البانجو انا بزرعه، ما فيهوش اي مشاكل. البانجو انا بزرعه وبلفه اهي. بص اهي، بص اتحرقت ما اتحرقتش، اديها شده. لحظه شويه، قربت تتطفى. شد بقى، خد. ايه ده بتاع الليميت؟ لا، ارجعي تاني يا بنت الوسخ. ايوه، شايف اتطفت اهي. بص، بانجو بقى، بانجو بانجو اهو. يطلعوا بقى الجهال ولاد الوسخه. لحظه شويه بقى عشان ايه الحلقه اشتغلت وربنا. يطلعوا بقى الجهال ولاد الوسخه، يطلعوا بقى الجهال. اشتغلت، يطلعوا بقى الجهال ولاد الوسخه. لا يلا يا سوسو، يلا يا سوسو، احنا لازم نشوف مصر، احنا لازم نشوف مصر. تعالي تعالي يا مصر. فين البتاع الحماليته؟ هناك نتمشى للحماليته. فاحنا النهارده هنتكلم على الاهراميطه. نجيب الاهراميطه يا جماعه، بس كده الاهراميطه جايه. ها، فاحنا النهارده هنتكلم على اضرار التدخين. واخد بالك انت ازاي؟ ها، مش كل واحد هب ودب بقى، واخد بالك؟ ها، يقعد يلت ويعت، واخد بالك؟ يلت ويعت على الفاضي، واخد بالك انت ازاي؟ انا كنت بدخن علبه سجاير 40 سيجاره حوالي $37، يعني السيجاره بدولار، واخد بالك انت ازاي؟ انا دلوقتي بزرع البانجو، واخد بالك؟ ما بيكلفنيش حاجه. ها، انتوا ايه مشكلتكم؟ انتوا مش لاقيين اي حاجه تتكلموا فيها وخلاص. الواحد بيقوم من النوم الصبح، واخد بالك انت ازاي؟ يبقى مش طايق نفسه. ليه كده يا جماعه؟ ليه ما تحبوا بعض؟ حبوا بعض يا جماعه، حبوا بعض، حبوا بعض يا جماعه. ابتسموا، انا عايزكم تبتسموا يا جماعه، والنبي يا جماعه، الله يخليكم، الله يخليكم، الله يخليكم. انا عايزكم تبتسموا للحياه، ابتسموا للحياه يا جماعه. ابتسموا يا جماعه، هتاخدوا ايه بس من القرف؟ والله ما هتاخدوا حاجه يا جماعه. عايزكم تبتسموا وتتمشوا، تتمشوا كده على الصبح، واخد بالك؟ اهو تتمشوا، اتقلبوا شمال، اتقلبوا شمال يا جماعه. تقعدوا بقى هنا، تكه، شفطه. حاجه غريبه، يعني حاجه غريبه، حاجه غريبه، حاجه غريبه. والله العظيم ثلاثه. يعني الشعب المصري ده شعب جميل جدا، شعب جميل جدا، شعب فكاهي، شعب كوميدي، شعب صبور، شعب عريق، كله معرق، واخد بالك؟ شعب ظريف. يا فرانشيسكو، صبحوا على فرانشيسكو، او فرانشيسكو هو بيصبح عليك وصباح الفل. شعب جميل جدا، واخدين بالكم ازاي؟ يعني لما يكون نص الشعب محششين، نص الشعب محششين، لا يعني احصائيه بتوسع، والنص الثاني الا قليل الا قليل الا قليل، ها، طول النهار قاعدين على البورنو وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك، واخد بالك؟
وشعب متدين بطبعه، متدين بطبعه، واخد بالك؟ يعمل اي حاجه، يعمل اي حاجه، فاسد، فاسد من النخاع للبتاع، واخد بالك انت ازاي؟ فساد ما فيش بعد من كده فساد، وفي نفس الوقت غيور على دينه. وربنا الشعب الوحيد اللي في العالم، الشعب المسلم الوحيد اللي في العالم الاسلامي اللي غيور على دينه، هو افسد شعب في العالم، الشعب المصري. والله ما بيشتغلش اهو، مش قال لكم العمل عباده؟ ما بيشتغلش. النظافه من الايمان، مش نظيف، وسخ، كل حاجه وسخه، حتى ضمايركم وسخه، كل حاجه وسخه. ده انت اشتغلت؟ لا لسه ما اشتغلتش، استنى يا ولد الوسخه. خش على يقول واحد ابن وسخه كاتب لي على البتاع، انت بتتكلم في الدين وبتحرف في الدين يا مرتد، يا ابن دين البتاع، يا ابن دين يا ابن الوسخه. يعني انا مثلا ايه يعني يا جماعه؟ ضربت جوان، فالجوان شطح فيا، قال لك بس اتكلم في الدين، هنقول ايه؟ هنقول ايه بس يا جماعه؟ طيب هنقول لكم ايه بس؟ نكلمكم في ايه؟ طب مش نكلمكم في حاجه عشان تردوا، عشان نخليكم كده ايه، تتحمسوا وربنا يا ولاد الوسخه، ده انتوا لو بتشتغلوا على قد ما بتتكلموا وربنا كنا بقينا اقوى دوله في البتاع، اقوى دوله في البتاع يا ولاد الوسخه. سابوا العالم كله، وسابوا الشيخ حسان، وسابوا الشيخ الحويني، وسابوا الشيوخ دي كلها، ومسكوا في الولا قبه المصري، الولا قبه المصري المرتد. انا بقيت مرتد، انت بقيت ايه؟ لا هو ده مرتد. لا انا كده مش لف، يلا ما تبقاش مرتد، لف لهم بقى ولاد الوزغه دول على الصبح، صباح الخير. واخد بالك انت ازاي يا ولاد الوزغه؟ انا لسه طالع من الدكتور ولاد الوزغه مش لاقيين حاجه يعملوها. خش بقى على اليوتيوب بقى، الولا قبه المصري ابن الوزغه، بص بيتكلم في القران. يا ابن المتناكه، انت وليست عليهم بمسيطر، يعني انت ما تملكش حكم، انت يا ابن الوسخه ولا حاجه. يا ابن الوسخه، العمل عباده، يعني ايه؟ انت مسلم، واخد بالك؟ يبقى العمل هو دوت بدل الكلام، بدل الكلام تعمل. ربنا قال لك اهو، قال لك العمل عباده، اعمل ودع الخلق للخالق، دع الخلق. تعالى يا فرانشيسكو يا ابن الوسخه، تمشى. البتاع اصلا اتكسرت، عايز نصلحه النهارده، هيتعمل له عمليه جراحيه في تيزو. وربنا على الحرام من ديني، انت لست عليهم بمسيطر، يعني انت مالكش حكم، واخد بالك انت ازاي؟ سيب الحكم لله. فتخيل بقى واحد بقى ابن زانيه، يبقى هو ابن زانيه، او بلاش ابن زانيه، هو لسه زاني. انتوا مش كلكم بتزنوا كل يوم؟ لسه زاني، يقول لك بص الولا العظيم الدين خط احمر، الدين خط احمر وربنا. طب فين الخط يا ولاد الوسخه؟ مفيش خطوط، انا مش شايف اي خطوط وربنا. مدفوع يا جماعه، مدفوع فوق يا ولاد الوسخه. قعدتوا تتكلموا في الدين ويكلموكوا في الدين لغايه بقيتوا عديم الدين وعديم الاخلاق وعديم البتاع وعديم كل حاجه يا ولاد الوسخه. انا مخنوق منكم خنقه بنت وسخه، وعايز اولع فيكم كلكم وربنا يا ولاد الوسخه. والله العظيم ده انا عندي ايمان لو عم عليكم كلكم يطهركم كلكم يا ولاد الفسده، يا ولاد الفسده والله العظيم ثلاثه. وربنا كل ما اقول لهم العمل ايمان، والايمان بتاع، والنظافه من الايمان، والاخلاص في البتاع، والبتاع مش عارف فين، واخد بالك انت ازاي؟ يقول لك ايه؟ الولا قبه بيشد جوانات وبيتكلم في الدين. الله، الجوان طلب كده. انا لست عليه بمسيطر، يعني الجوان ما انا ماليش حكم عليه، حسب ما يديك وحسب ما تجيب وحسب الزرع، مش كل حاجه على وضعها يا جماعه. ما بتشتغلوش ليه يا جماعه؟ انتوا فاضيين يا جماعه؟ مين اللي قال ومين اللي عاد ومين اللي راح ومين اللي جه؟ ما تشتغلوا يا جماعه عشان ربنا يجعل لكم مخرجا، وربنا